عسلامة ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في لا فيديو تاع اليوم جيت ندير معاكم لو فريزي. هاد لو غاتو اللي اهم مكون فيه هو لا فريز، يجي بزاف بنين والشكل تاعو شوفوا شحال راقي وبزاف شباب. يعني الناس اللي تحب لا فريز وتحب دي غاتو يكونوا خفاف وبنان نقول لكم هاد الوصفه راهي ليكم. قبل ما نبداو لا فيديو حبيت برك نشكر المشتركين اللي راهم يدخلوا جدد للقناه، نقولهم يعطيكم الصحه على الدعم تاعكم، وما تنساوش جيم وبارطاج لا فيديو. نبداو اول حاجه بالبسكويت تاعنا، نقولوا بسم الله. عندي هنا 4 حبات نتاع البيض، وعندي 200 غرام نتاع سكر. اللي تحب دير بالكاس هكذا دير كاس تقريبا نص كاس. وعندي هنا 40 غرام نتاع لا مايزينا ليكيفالون تاع 2 مغارف كبار. وعندي 80 غرام تاع الفارينه. هكذا في الكاس هدايا ديروا حتى لو تخي هذاك، يعني اللي ما عندهاش ميزان. وبيان سور لافاني. على كل المقادير راح نخليها لكم مكتوبه كامل في صندوق الوصف بالميزان وبالكاس. انا راني رايحه نخدم البسكوي في البيتخا، بصح تقدروا تخدموه بالباتور عادي. درت البيض تاعي، والبيض تاعكم يعني نقطه مهمه لازم يكون بدرجه حراره الغرفه ماشي بارد. درت عليه قرصه تاع الملح وزدت معاه هذاك السكر، ونديرو هكذا يتخلط لي. سواء خلطته بالباتور ولا هكا في البيتخا لازم يتخلط لكم حتى تحصلوا على هذه النتيجه. لازم هذاك البيض مع السكر يضاعف بزاف الحجم تاعو، يعني يضاعف الحجم تاعو واحد 3 فوا. وشوفوا اللون تاعو كيفاش يولي. نضربوهم واحد 10 دقائق. هاوليك هنا شوفوا، سواء بالباتور قلت ولا بالبيتخان لازم تتحصلوا على هذه النتيجه. نجي دركاتيك ندير عليهم لا مايزينا نغربلها. شوفوا ما ديروش المايزينا تاعكم ديريكتومون فوق البيض هذاك. نديرها هكذايا ونغربلها، ونجيب اون ماريز ولا مغرف، المهم كي ندخلوها هكذا غير بالعقل. ما لازمش البسكويت تاعنا البيض هذاك يحبط لنا فيه. لازم البيض تاعنا كيما طلعناه يقعد لنا هكذاك متماسك. الوغ نخلطو هكذا غير بالعقل. نجوز بالمغرف من التحت ونطلع هكذا حتى تتخبى لي كامل هذيك لا مايزينا وتتخلط لي بيان. باش نجي نزيد عليهم هنا الفارينه. درت لافاني ودرت الفارينه، ونكمل تانيتيك نغربلها هكذا. ونكمل نخدم بنفس الطريقه، نقعد نخلط هكذا غير بالعقل. يعني نحبط ونطلع ونجبد مام ليكوتي حتى نتاكد باللي الفارينه تاعي كامل تخلطت لي وما قعدتش. مي خدموا غير بالعقل. لازم كي تخلطوا هنا الفارينه تاعكم ولا مايزينا تدخلوهم بالعقل. ما لازمش هذاك الخليط الاول تاع البيض اللي طلعناه مع السكر ما لازمش يحبط لنا، سينو البسكويت تاعكم رايح يجيكم بلا ما يطلع لكمش ويجيكم يابس. هاوليك هنا بعد ما خلطته بيان نروح نجيب بلاطو اللي كنت فرشت عليه بابي كويسون ونفرغ هذا الخليط كامل هنايا. درت الفرن تاعي يسخن على 180 درجه. دوك هنا نسقم الخليط تاعي مليح نيطاليه بيان وندخلو يطيب لي ما يطولش كامل في الطياب. يعني واحد 7-8 دقائق ماكسيموم ماكسيموم. الا كان الفوق تاعك ما يطيبش مليح 10 دقائق وهو راهو طايب. جوست ينشف بيان ويتحمر لنا ونحيوه. نيطاليه هنايا بيان. نخبط البلاطو تاعي باش نخرج كامل الهواء هذاك اللي يكون لداخل، وندخلو يطيب ونرجع لكم بعد ما يطيب. وهاوليك هنا لو بسكوي شوفوا كيفاش طاب لي، طاب بيان دوغي. نحيه برك هنا ونوري لكم كيفاش يعني كيفاش جاني عالي وتانيتيك جا بزاف خفيف. والوصفه تاع البسكوي هذا تقدروا تعتمدوها في بزاف وصفات. يعني تقدروا ديروه في لي غاتو دانيفرسير، في لي شارلوت، ولا ما ديروه في البسكوي غولي. يعني تقدروا تفوريوه غير بالكونفيتور يجي بزاف بنين. شوفوا لي هنايا السمك تاعو كيفاش جاني. البلاطو اللي خدمت فيه 30 على 40 سنتيمتر، وهاوليك هنا جاني عالي. دركاتيك انا راني رايحه نقسم على حساب لي ديسك اللي نسحقهم. جبت هنايا لو مول انا اللي نطيب فيه لا جينواز جينيرالمون، نكيل على حسابه باسكو راح نخدم فيه. واللي عندها سيرسو تقدر تقطع غير بالسيرسو. انا صراحه يعني لي سيرسو عندي كور عندي كاري ايتو مي مدور هكذا ما عنديش. الوغ نخدم بهاد لو مول تاع لا جينواز. قطعت لو ديسك الاول كيما راكم تشوفوا، واللي مورسو اللي قعدوا لي نقطع هكذايا 2 مورسو باش نكمل بهم الديسك الدوزيام. هكذا نكيل برك هكذايا نطراسي ونقطع. فوالا هام ليك لي دو ديسك اللي تحصلت عليهم نسقمهم برك هنا باش يجوني قد بعضاهم. فوالا هذا واش راح نحتاج في الوصفه تاعي. وهادو لي شوت اللي قعدوا لي انا صراحه نحب كي يقعدوا لي دي شوت هكذا. كي نحب ندير دي فيغين ولا نلقاهم واجدين.
نروحو دركاتيك نديرو لا كريم ديبلومات. عندي هنا نص ريتله حليب نديرها فوق النار تسخن لي، ونجيب هنايا نخلط السكر. عندي هنا 100 غرام تاع سكر، فعندي هنا 60 غرام تاع لا مايزينا، وعندي 2 ساشي تاع سكر فاني، تقدروا ديروا اي نوع تاع فانيليا كانت متوفره عندكم. ونزيد معاهم هنايا 2 صفار نتاع البيض. يعني في المرحله الاولى حنا نخدموا اون كريم باتيسيير، ومن بعد تيك نرجعوها دبلومات. فتحت هذاك البيض هكذا، ونزيد معاهم شويه حليب هنا بعد ما كان تفالي هكذا، ونفتح فيه هذيك لا مايزينا وهذاك البيض باش لا كريم باتيسيير تاعنا تجينا ليس وما يجوش فيه هذيك غيمو. نخدموها بهذه الطريقه هذه. نكمل ندير هذاك الحليب كامل، نخلطهم بيان هاد المقادير، ونرجعهم في الكسرونه. نرجع هاد الكريمه هذه فوق النار، نقعد نحرك فيها حتى تعقد لي وتتقال لي. فوالا. ومن الجهه واحده اخرى جبت هنا لا جيلاتين. عندي هنا 10 غرامات نتاع جيلاتين، انا رايحه ندير لها شويه نتاع الماء ونخليها تتنفخ لي. سورتو ديروا لها الماء يكون بارد، ندير فيها تقريبا 30 غرام تاع الماء باش تتنفخ لي. وهنا اللي ما يحبوش يديروا لا جيلاتين في لا كريم ديبلومات تاعهم، كي ديروا في الاول لا كريم باتيسيير تاعكم، في بلاصه ما ديروا 60 غرام تاع لا مايزينا ديروا حتى ل 80 غرام، يعني 4 مغارف كبار. مي هي كي تخدموا بلا جيلاتين لا كريم تاعكم راح تجيكم محكومه بيان، والكاطو تاعكم يقعد لكم واقف. سورتو الا كنتو رايحين ديروها باش يعني تدوها في يدكم ولا حد يبلاصيو بها، كي ديروا لا جيلاتين تضمنوا بلي لا كريم تاعكم تقعد لكم حاكمه روحها مده طويله وما تفسد لهاش لا فورم تاعها. مي تقدروا قلت تعوضوها بلا مايزينا. كيما راكم تشوفوا هنا لا كريم باتيسير هذيك عقدت لي فوق النار. نغطيها دركاتيك اون كونتاكت ونخليها حتى تبرد لي مليح باش نجي نكمل نخدم لا كريم ديبلومات تاعنا. اذا كنتي مجروبه تقدري تدخليها واحد نص ساعه في الكونجيلاتور باش تبرد لك بيان وتكمليها. بعد ما بردت لي هذيك لا كريم باتيسير جبت هنا كاس تاع لا بودر شونتيي ونص كاس نتاع الحليب، نديرهم هكذايا يطلعوا لي في جهه هكذا باش نكملوا لا كريم ديبلومات تاعنا. على بالكم بلي هي اون كريم باتيسير اللي نزيدوا لها لا شونتيي. وهاي ليك هنا لا كريم باتيسير تاعنا بردت وشدت روحها، وشوفوا لي هذيك لا ماس دو جيلاتين كيفاش تنفخت وشربت كامل هذاك الماء اللي كان فيها. دفيتها هكذايا في الميكرووند، ونجي دركاتي كريم باتيسير تاعي كنت بديت خلطها، نفرغ عليها هذيك لا جيلاتين وندربهم هكذايا، يعني ندخل هذيك لا جيلاتين مليح في الكريمه تاعي. قلت لكم هنا الدور تاع لا جيلاتين يخلي لكم الكريمه تاعكم متماسكه. الوغ الكاطو كي ديروه وتخليوه يعني مده طويله ولا ديبلاسيو به يقعد شايد روحه. نكمل دركاتيك نخلط معاها لا شونتيي اللي كنت طلعتها، نحبطها هكذا كامل ونخلطها تاني تيك. دوك تشوفوا لا كريم تاعنا هذه كيفاش تجي فريمون ليس، تجي فريمون كريمه حرير، وتجي تاني تيك بزاف بنينه. ميم لا كولور تاعها تجي بزاف شابه. شوفوا هنا كيفاش راهي تتخلط لي، يعني اون كريم اللي تقدروا ديروها في لي غاتو دانيفرسير، تقدروا تعمروها في لي طارت، يعني ديروا دي فون دو طارت وتعمروهم هكذا، ديروا دي طارت فخوي، فريمون حاجه بزاف بنينه. شوفوا لي هنا لا كولور هذيك، يعني اون كريم جاتني ما شاء الله، سوا لا كولور تاعها ولا لا تكستور تاعها. هاي ليك هنا نجيب دركاتيك، يعني كلش راه واجد، البسكوي تاعي واجد، لا كريم تاعي راهي واجده. نجي درك ندير الكاطو تاعي. جبت هنا لو سيرسو هذاك اللي كنت كيلت على حسابه، وديت خونش تاع لا فريز، حبات تاع الفريزه اللي كنت قطعتهم هكذا بالطول، ونديرهم كامل هكذا تو لي تور هكذا. الفريزي هذا قلت المكون الرئيسي تاعو هو لا فريز، مي بصح يجي بزاف بنين، يعني ننصحكم الوصفه هذه اللي مازال ما دارتهاش نقول لك غير ديريها، ما راكيش رايحه تندمي عليها، بزاف بنينه. كملت هذاك لا فريز تو لي تور، ونجيب لو ديسك الاول تاع البسكوي اللي كنت حضرته نديرو هكذا في القاعده من تحت، ونجي دركاتي كنشربو. انا ما حبيتش نطول عليكم لا فيديو، سيروا هذا يعني نشرب فيه. درت كاس غير ربع نتاع الماء، درت فيه 2 مغارف كبار نتاع السكر، شويه لافاني، ودرتو يغلي 5 دقائق بعد ما برد بيان سور باش تخدموا به. ونجيب دركاتيك هذيك لا كريم ونبدا دركاتيك نعمر. شوفوا هنا كيفاش راني ندير، راني نعمر في الاول هذوك الفراغات، يعني بين الحبات تاع لا فريز نعمر هذاك لو فيد باش الكاطو تاعي يجيني ليس ويجي كامل معمر، يعني ما يجوش فيه فراغات. وكملت درت هنا لا كريم ديبلومات تاعي قسمتها على 2،
يعني نص درتو في لابارتي هاد التحتانيه والنص نديرو من الفوق. سقمت هنا كامل لا كريم تاعي ايطاليت بيان وزدت هكذايا دي مورسو تاع لا فريز، كنت قطعتها دي مورسو هكذا صغار، نوزعهم كامل ونجيب لو ديسك دوزيام اللي كنت قطعته نبلاصيه هنايا. يعني الطريقه تاع العمل راهي واضحه قدامكم، طريقه بزاف سهله. وشوفوا الفريزي هذا يجي سهل في الخدمه تاعو وصدقوني بزاف بنين. كملت شربت البسكوي بنفس الطريقه، نشربو بيان هنايا، ومن بعد تيك نزيد نكمل بلا كريم ديبلومات تاعي من الفوق. فوالا. وشوفوا لي هنا كي نجي نعمر بلا كريم ديبلومات نبدا بلي كوتي هكذا، نعمر كامل الفراغات. يعني قد ما تعمروا الفراغات تاعكم الكاطو تاعكم راح يجيكم ليس ويجيكم شباب في لافورم تاعو. كملت الكميه كامل اللي كنت حضرتها. قلت لكم لا كريم ديبلومات قسمتها على زوج، نص درتو من التحت ونص ثاني درتو من الفوق. ونكمل ليسي هكذا طبقه كامل هذه من الفوق، وندخلو الفريجيدار ونخليه يبرد لي. يعني فوا يبرد لي شويه ولا تقدروا ما تدخلوه كونجيلاتور واحد ساعه، ومن بعد هذيك باش نجي نكمل ندير معاكم الطبقه الاخيره اللي تجي من الفوق. عندي هنايا لا فريز، شوفوا كنت طيبتها. درت ان كولي دو فريز، يعني درت 200 غرام تاع فريزه اللي كنت قطعتها دي مورسو، زدت عليها 100 غرام تاع السكر، عصره تاع قارص، وكنت طيبتها فوق النار. يعني نطيبوه عادي كيما المعجون. بعد ما طابت لي وتشربت لي كامل هذاك الماء تاعها، على بالكم لا فريز في الاول تتلقلبه، نخلوها حتى تعقد لي. ميكسيتها وجيت هنايا نصفيها معاكم. انا صراحه كان عندي مخدوم من الاول، يعني كنت محضراته من قبل. الوغ دركاتيك عاودت سخنته برك وجيت هنا نصفيه باش الكلاصاج تاعي من الفوق يجيني ليس، يعني ما حبيتش يجوني فيه هذوك لي مورسو تاع لا فريز. هاوليك شوفوا هنا واش نحيت، هاد لي مورسو اللي يجوا شويه كبار. ولا تقدروا ديروا من الفوق غير لا كونفيتور تاع لا فريز، مي ديروا حاجه اللي تكون ثقيله، يعني النوعيه تاع المعجون اللي يكون شويه ثقيل ماشي هذاك الخفيف، باسكو كي ديروه خفيف راح يولي يسيح لكم في لي كوتي. الوغ انا جي بريفيري نخدم بلو كوليي دو فريز، يعني على بالي بلي ثقيل. سخنته برك هنا باش قدرت نمشيه من الفوق ونخليه دركاتيك الكاطو تاعي يبرد لي. تحبوا ديروه في الكونجيلاتور واحد الساعه، ولا ما كنتوش مزروبين خليوه في الفريجيدار حتى الوقت اللي تجو تقدموه. هاوليك هنا انا صراحه كنت درتو في الليل وخليته حتى الغدوه من داك الصباح، درتو في الفريجيدار، يعني ما كنت مزروبه به. الو خليته حتى الغدوه من داك الصباح. هذيك لا كريم ديبلومات بردت لي وشدت روحها، ميم لو كولي دو فريز تماسك لي. نعاود برك هكا بلا سباتول نجوز عليه باش نليسيلو مليح لي كوتي تاعو. والتزيين هنا يقعد لكم اختياري، ديروا واش حبيتو. انا جبت هنا حبيبات تاع لا فريز درتهم فلاجولي باش يقعدوا لي بريونت، وحطيت هكذايا غير حبات برك. واني رايحه نزيد معاهم هادوك لي فلور بلونش هادوك. فوالا، حبيت حاجه تكون سامبل راقيه وبزاف شابه. ولو فريزي تاعنا هاوليك هنا راهو جاهز، يجي فريمون بزاف بنين. يعني تقدروا ديروه كوم غاتو دانيفرسير، ولا ميم كي تكونوا رايحين ضياف هكذا تدوه في يدكم. يعني الشكل تاعو بزاف شباب والذوق تاعو بزاف بنين قلت لكم. وبيان سور تقدروا ديروه لعائلتكم تفرحوهم بهم، سورتو كي رمضان راهو الحق ولا فريز راهي كاينه. الوغ نبروفيتيو لو ماكسيموم فيها، نديرو تشيز كيك على فريز ولا هكايا فريزي، ولا يعني اي وصفه فيها لا فريز. شوفوا لي هنا الطبقات كيفاش جاو، بسكويت تاعنا جا باين، لا كريم جات باينه، لو فوراج هذاك بلا فريز جا باين. وشوفوا هنا كي نقسموا معاكم فريمون جا مشرب وبزاف بنين، يعني وصفه خفيفه وبنينه. يعني ماذا بيا لو كان كامل تجربوها وتتمتعوا بالمذاق هذايا اللي هو اكثر من رائع. وصلنا لنهايه لا فيديو، ما بقى لي غير نقول لكم غير شاهدكم في الجنه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات اخرى. جربوا الوصفه هذه على ضمانتي، راني متاكده راهي رايحه تعجبكم. المقادير نخليها لكم مكتوبه كامله في صندوق الوصف. ما تبخلوش عليا برك بالدعم تاعكم، جاموا بارطاج واشتركوا وفعلوا الجرس. تبقوا على خير.